نمتش، شكلك داخل الامتحانات كده على الله زي اخوك. بس ما تقلقش يا صاحبي، انا عامل حسابي. لا يا سيد، زي ما انت بتقول داخل على الله، ولا ذاكرت ولا عملت حاجة. بس قول لي عامل حسابك ازاي يا صاحبي؟ جايب كتاب شايله في الحمام تحت، وقت ما هتزنق في اي سؤال اقول للمستر انا عايز انزل الحمام، احفظ الاجابة واطلع اقول الاجابة على طول. بس ده يبقى غش يا سيد، يعني انت كده مش بتحل الإجابة من مجهودك. يا ده محسن، ما انا برضه احل الاجابة من مجهودي، والغش ده مش بغش بمجهودي برضه. كده برضه يا سيد في حاجة اسمها تغش بمجهودك؟ الغش غلط، الغش حرام. ما ذاكرتش ليه الفترة اللي فاتت دي كلها؟ يا عم محسن، احنا في حرام ولا حلال دلوقتي؟ احنا عايزين ننجح عشان نعدي السنة دي على خير. هو فعلا ده الرجب الغش حرام؟ يا سيد اخويا، الغش حرام لو هتغش من واحد قاعد جنبك، لكن لو هتنزل تغش من الكتاب وتطلع لا طبعا مش حرام. رجب انت بتقول اي كلام، هيغش من الكتاب ولا هيغش من واحد جنبه، اسمه غش. وخد بالك لو حد شافك هيبقى فيها مشكلة كبيرة ليك. مشكلة يا محسن؟ يعني لو حد شافك يا سيد مش بعيد يعمل لك محضر غش. الكلام ده حقيقي يا ده رجب؟ ممكن يتعمل لي محضر غش؟ ابلع ريقك بس يا عم محسن وسيبنا في حالنا، واحنا مين هيشوفنا يعني؟ وبعدين محضر الغش دي حاجة بتتدبس في ورقة الامتحان، هينزلوا يجيبوا الكتاب من الحمام يدبسوله في الورقة؟ سيبنا في حالنا بقى يا عم محسن. حقكم عليا ما تزعلوش، من الواجب عليا ان انا انصحكم، واللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه. يلا يا سيد خلينا ندخل قبل ما الامتحان يبدأ، يا سيد خلينا نلحق وقتنا. وانت محسن ما سمعتش حاجة من الكلام اللي اتقال ده صاحبي؟ لا طبعا، ولا كأني سمعت حاجة. يلا ندخل يا جماعة وربنا يسترها. الواد محسن قلقني بكلامه يا رجب. الله يا سيد، سيبها على الله يا سيد. كله على الله اخويا. واد رجب، هو ايه اللي مكتوب في الورق ده؟ وامتحان النهارده رجب؟ امتحان عربي يا سيد، انت من اولها تبدأ تسأل. وبعدين يا شباب، سامع صوت ليه؟ عايزين نبقى حلوين مع بعض. الامتحان السنة دي أسهل من كل سنة على فكرة، لو ملاحظين الكلام ده كويس هتعرفوا معنى كلامي. ايوه فعلا يا مستر، اسهل من كل سنة، يعني بسم الله ما شاء الله. الامتحان ده مش محتاج اي حاجة، يتحل لوحده. سيد انت بتقول اي كلام على فكرة. طبعا ياد بقول اي كلام ياد، انا بمهد عشان انزل الحمام. طيب يبقى يلا اتفضلوا حلوا، ويا ريت ما اسمعش صوت من فضلكم. اتفضلوا يلا حلوا. مستر بعد اذنك، وانا ينفع انزل الحمام؟ طبعا ينفع، بس الحق حللك اي حاجة الاول وبعدين يبقى انزل الحمام. احنا لسه ما بدأناش الامتحان ولسه داخل من بره، ما عملتش لي حمام قبل ما تيجي. معلش يا مستر، ما كنتش مزنوق، بس اتزنقت دلوقتي غصب عني. لا حول الله يا رب. طيب براحتك، اتفضل روح الحمام. شكرا يا مستر. الله يا رجب، كده سريع شوف اللي واقف معاك في الامتحان وقول لي بسرعة. لا روح انت يا سيد، وانا هشوف اللي واقف معايا وبروح الحمام لما انت تيجي، بس بعرفني هتسيب الكتاب فين. ماشي اخويا. ايوه تعالى انت بقى، ما تحته خط وكده تمام. بما تفسر زي الفل. خليك انت هنا بقى، يلا بسرعة سيد قبل ما انسى. شكرا يا مستر، كتر خيرك. العافية يا حبيبي، اتفضل يلا. اكتب يلا ده الرقم الاولاني صح والتاني غلط، وبما تفسر ده انا ملولك دلوقتي. يلا يا صاحبي بسرعة. متأكد يا سيد ولا اروح انا الحمام؟ ياد متأكد، واكتب بسرعة قبل ما انسى. ادي الاولى صح والتانية غلط، وبما تفسر. تصدق نسيت بما تفسر دي. بعد اذنك يا مستر، وانا ممكن اروح الحمام تاني؟ نعم، ما انت لسه جاي من الحمام، عايز تروح تاني ليه؟ اصل نسيت بما تفسر. ايه ده؟ انا قصدي اتزنقت تاني وعايز اروح الحمام تاني بعد اذنك. اتزنقت تاني وماله، روح يا حبيبي زي ما انت عايز. ربنا يخليك لينا يا مستر يا رب. ناجحين يا ده الرجب ان شاء الله، وشك علينا زي الفل.
بقول لكم ايه، كل واحد يبص في ورقته ويحاول ينجز في الامتحان عشان خلاص هلم الورق. هوصل مشوار صغير وارجع لكم. محسن، تفتكر هو راح يشوف سيد؟ بما تفسر، نسيت السؤال بسرعة أنا. أيوة أدي الإجابة. اثبت زي ما انت وما تتحركش. اديني الكتاب اللي معاك ده. ده يا مستر أنا لقيته هنا في الحمام، أنا كنت أجيبه وأجيلك، أنا معرفش كتاب مين ده. اخلص اديني الكتاب. اتفضل يا مستر، بس والله ما أعرف كتاب مين ده يا مستر. تعالى ورايا يا حبيبي. اتفضلوا شوف الاستاذ بيروح الحمام يعمل ايه. لقيت معاك الكتاب ده وبيغش منه. يا مستر الكتاب ده مش بتاعي، أنا لقيته في الحمام وكنت أجيبه لحضرتك. أنا مش بغش ولا حاجة يا مستر. وكمان بتكذب. انا هحولك للتحقيق واعمل لك محضر غش. قول يا رجب والنبي للمستر الكتاب ده بتاعي. بيقول لي هحولك للتحقيق واعمل لك محضر غش. قول له والنبي ان انا ما اعرفش حاجه عن الكتاب ده اصلا. لا مستر، الصراحه السيد ما بيغشش من حد وما يعرفش حاجه عن الكتاب ده. بص لي هنا، انا ماليش دعوه براجب ولا مش راجب. انا شايفك بعناية وانت بتجيبه من جوه الحمام وبتغش منه، يبقى لازم يتعمل لك محضر غش. يا مستر بس الكتاب مش بتاعي وما اعرفوش. انا دخلت اعمل حمام لقيت الكتاب كنت اجيبه واجي لحضرتك، انا ما اعرفوش. والله اول مره تشوفه في الحمام يا مستر. انت كمان بتحلف كذب، انا مش هصدقك طبعا. ممكن افهم في ايه يا مستر؟ صوتكم جايب لاخر الطرقه. اتفضل يا سياده المراقب. الاستاذ اللي قدامك ده كل 5 دقايق يقول لي عايز اروح الحمام، ولما عمل الموضوع ده اكتر من مره ونزلت ورا الحمام لقيته فاتح الكتاب ده وبيغش منه مخبيه في الحمام. حضرتك انت بتغش ليه؟ احنا السنه دي جايبين لكم الامتحانات سهله جدا مش محتاجه غش. وفعلا انت كنت بتاخد الكتاب ده الحمام معاك ولا بتعمل ايه؟ سيادة المراقب انا ما اعرفش حاجه، انا نزلت الحمام لقيت الكتاب ده قلت اعمل حمام واجيب الكتاب معايا للمستر عشان يشوفه بتاع مين. انا مش بغش اصلا يا سيادة المراقب. خلاص يا مستر، عدها له المره دي عشان خاطري، علشان ما نضيعلوش مستقبله ويقولوا ان احنا اللي بنضيع مستقبل الاولاد. ولو اتكررت تاني هنعمل له محضر. ربنا يخليك لينا يا سيادة المراقب. معلش يا مستر حقك عليا، مش هتتكرر تاني. علشان خاطر سيادة المراقب بس. اتفضل يلا كمل بقى امتحانك. حاضر يا مستر. الحمد لله يا رجب، الحمد لله محسن كده تعمل لي محضر غش واروح في الداية. يا سيد قلنا لك بلاش، انت اللي ما سمعتش الكلام. وبعدين الامتحان النهارده كان سهل جدا، ما كانش محتاج للغش. ما دي غلطتي ان انا ما ذاكرتش قبل الامتحان، انتوا عندكم حق. اجمل حاجة انك تعرف غلطتك وتحاول تعدل فيها. من فضلك ما تحاولش تغش، لان الغش اصلا حرام. عندك حق يا محسن، وانا مش هغش تاني طول عمري، وهبدأ اذاكر واطلع احسن الناس كمان من غير غش. عارف يا محسن، لولا المراقب جه واتدخل وقال للمدرس خلاص اخر مرة ودي عندنا، كان سيد راح في داهية. فعلا المراقب باين عليه محترم وبيخاف ربنا. المهم تكون اتعلمت انت بقى يا عم سيد. ما خلاص بقى يا ده رجب، قلت انا غلطان ياض خلاص يا. خلاص يا رجب، سيد عرف غلطته ومش هيغش تاني، وهيبدأ يذاكر ويبقى كويس ويخش الامتحانات اللي جاية يحل كل حاجة من غير غش. طب يلا بينا بقى صاحبي، مش هنروح اي حتة دلوقتي ولا ايه؟ لا يا عم انا هروح اذاكر عشان امتحانات بكرة، انا مش هروح في اي حتة بقى عشان الحق الم دروسي. لا شاطر يا سيد، انا كنت بجربك بس يا زميلي. كده شكله هيذاكر بجد يا محسن ومش هيغش تاني. فعلا سيد هيذاكر ومش هيغش تاني. برافو عليك يا سيد. يلا استاذنكم انا عشان بابا مستنيني بره. مع السلامة يا محسن. سلام اخويا. سلام يا محسن، وبسلم لي على باباك، قول له سيد بيسلم عليك. حاضر يا سيد يوصل. يلا سلام عليكم. سلام ورحمة الله. مع السلامة اخويا. يلا بينا احنا كمان يا رجب، ولا انت هتعمل ايه؟
يلا بينا يا سيد، ده انت كنت هتودي نفسك في داهية. كان هيبقى شكلك ايه قدام الحاج لما يعرفوا ان انت اتعمل لك محضر غش؟ ما خلاص بقى يا الحمد لله عدت وجت سليمة. الحمد لله فعلا ابويا كان هيروح فيها لو عرف خبر زي ده. انا خلاص مش هغش تاني لان الغش حرام، واكبر غلط ممكن الطالب يعمله ان هو يغش في الامتحانات.